والصينيه بما ان فيها كيلو كفته، لازم هات لنا الميزان بعد اذنك نوزن. احنا نوزن كيلو كفته في اي مكان حتى لو قاعدين عندهم في المطعم. هل هو دايب؟ يا نهار ابيض. بعد مقارنه الثلاث خرفان يا جماعه اللي طلع ترند في مصر، جالنا رسائل كتير من مطاعم بتقول ان هم بيعملوا مندي محترم جدا، فاحنا هنعدي عليهم مطعم ونقول لكم مين تاني بيعمل مندي في مصر. احنا النهارده في العبور عند حضرموت بيت المندي، وعايز اقول لكم ان بس احنا جايين نجرب، ولو الاكل طلع حلو هقول لكم، لو طلع وحش مش هينزل الفيديو ده. واول صينيه معانا يا جماعه صينيه النص تيس، نص تيس سليم زي ما انتم شايفين، وسعره 3600 جنيه بس. انا عايز اقول لكم ان السعر ده ما لقيتوش في مطاعم بره. احنا بالنسبه لنا الاختبار الاساسي في المندي هو الذوبان. هل هو دايب؟ يا نهار ابيض. بص ايه ده، هات لي اللوحه دي عشان بحب. ان دي تطلع بالمنظر ده يبقى دي دابت دوب. وانا عايز ابدا من الحته دي. هات لي اللوحه دي كده الجميله، سمي الله، وتضرب بالخمسه. حته اللحمه دايبه ماشي، التتبيله خفيفه خالص خالص خالص، انت هتحس بطعم اللحمه. يا خرابي على المنظر يا جماعه، ايه ده زبده. تعالى كده يا عزيزي اللي بتصور، المنظر ده زبده طبيعي، ده اللي على ابوه. شايف المنظر ده ما بيتخنش يا صديقي، ده بيديك صحه وباور. هات لي الحته الجميله دي، بص المنظر، ايه ده، ورده يا جدعان. بص منظر اللمعه، المنظر محترم قوي، والطعم ان شاء الله يبقى احسن من محترم زيادتين. ناخد حته من عرق الفليتو ولا ناخد حته من عند الصدر الدايبه دي؟ بص هات لي معلقه دقوس، ادعي لي. حته اللحمه المسكره مع الرز الجميل اللي شارب من لحم الجديان، على سنه سبايسي دقوس 10 من 10، ونجمتين 3 4. خش على الصينيه اللي بعدها عشان نقول لك في عروض ايه تاني. وعرض الثلاث تمانيات يا جماعه، نفر لحمه، وعندك شيش، وعندك نص فرخه، 5 ممبار، وتلت كفته، وصينيه الرز. وبس عايز اوريكم حاجه، بص المنظر ده. الناس لازم تاكل مندي يا جماعه. بص المنظر، بص الحته بتطلع عامله ازاي، ايه المنظر دي، ايه ده، ايه الجمال ده يا جدعان. طب انا ايه ادوق ايه ولا ايه؟ نخش على الفراخ المشويه، وانا شايف ان الفراخ عندهم مستويه بردك على حاجه بالنسبه لي اسمها الشوي على الابيض. دي بتطلع الفرخه مش محروقه من بره، ولونها زي ما انتم شايفين. بسم الله. طعم الفراخ نضيف، والانسجه فعلا دايبه، تحس ان منقوعه في التتبيله شويه. طيب ناخد حته كفته كمان ونسمي الله. بص المنظر، الكفته يا صديقي باينه عندك ان هي عرقانه وجوسي. بص المنظر ده، بص بتعمل ايه في ايدي، هات كده ايدي، بص المنظر. الكفته لازم تبقى بالجمال ده، غير كده ما تبقاش كفته. الطحينه خفيفه دي غلطه. خش على الصينيه اللي على اسم المطعم، حضرموت بيت المندي يا جماعه. المكان في العبور وكان مستخبي عني كتير، ده ريحه جميله وشكل اجمل. بص انك يطلع فردة الحمام كده عامله زي الملبنيه. ايه ده، ايه الطعامه دي، هو ده العيش الممنوع. عايز اقول لكم يا جماعه اني اول مره الاقي الصدر بالحجم ده موجود، قطعه بقى تحترم، اول مره اطلعها بالمنظر ده. عايز اقول لكم ان الصينيه دي ب 2400، فيها 5 حمامات. منظر الحمام عنده عالمي، منظر حلو قوي 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 قوي. مطاعم بتبقى متخصصه في الحمام وما بيطلعش بالشكل ده. الصينيه دي فيها كيلو كفته، 5 حمام، وبابا المجال تمن تيس، فيها تمن تيس اللي انتوا شايفينه ده، مع فرخه مندي، ونص كيلو ممبار، والصينيه الجميله. ونسمي الله وندوق الحمام تاني. والصينيه بما ان فيها كيلو كفته، لازم هات لنا الميزان بعد اذنك نوزن. احنا نوزن كيلو كفته في اي مكان حتى لو قاعدين عندهم في المطعم. دلوقتي انتوا 10 من 10 ونجمه. تعال نشوف ده بص لازم تتفصص كده، تطلع كل حاجه من كل حاجه.
هي دي فكره المندي يا جماعه، ان الاكل بيبقى دايب دوب. وده منظر التحميره اللي على ورك الفرخه. ولكن في غلطه عندهم شويه. انا كراجل اكيل بقول ان البتنجان ده ما ينفعش في المخلل يا جماعه. يا اصحاب المطاعم هاتوا البتنجان العروس الاسود دوت، انا ما بحبوش في المخلل. هات الاسود هيطلع اطعم. سيك في هاني فود، انا بقول لك كلام حقيقي. طيب بامانه الله وحياه النعمه دي انا ما بهزر، الرز البسمتي بتاعهم يقارن بمطاعم كبيره جدا. الرز البسمتي الدايب اللي هو ما فيهوش العضه البسيطه دي خالص، ده رز بسمتي رايق قوي محترم. تعالوا نشوف الرز العادي بتاعهم الابيض وطاجن. بصوا المنظر، ايه ده ايه ده. بس ايه بقى، عارف انت طاجن التورلي ده لو كان خد سوا شويه انا حاسس ان هيطلع السوا فيه ضعيف شويه. لا تقريبا استعجل قوي في الطاجن ده، احنا تقريبا صربعناهم في الطاجن ده. طب نشوف الباميه. تعالى لي كده، باميه باللحمه. عايز اقول لكم انا من عشاق الباميه يا جماعه. انا بالنسبه لي الباميه دي جنب حته لحمه بالدنيا وكفى. سمي الله. وناخد حته الباميه كده الجميله. وده حجم الباميه المعقول يا جماعه. طيب انا عندي مبدئي ان هم استعجلوا في الطواجن شويه. وللامانه حضرموت بيت المندي اللي فرع العبور هم ليهم 3 فروع، في مدينتي والشروق، واكبرهم فرع العبور. وعايز اقول لكم ان طعم المندي عنده الصراحه يقارن بمطاعم كبيره. الرز البسمتي انا مش اي مكان بيطلع رز بسمتي دايب الذوبان دوت، فالصراحه ياخدوا فيه 10 من 10 ونجمه في المندي. والمشويات كمان يا جماعه بالنسبه لي بردك تحترم قوي. الكفته طعمها حلو، فراخ مشويه في اللذيذ منه. وبكده ابقى انا قلت لكم تجربتي عن بيت المندي يا جماعه بتاع العبور. ايه في الفيديو كان معكم هاني فود. سلام.